Vice City, we're going on. He can change his shape and take the world from harm. We're trouble taking place. He gets right into place. Your lives are on the line. It's hero time. ازيكم يا ابطال في فيديو جديد. في الفيديو ده هكمل قصة بين، واللي بالمناسبة عملت عنها جزئين قبل كده، لازم طبعا تروح تشوفهم عشان تعرف تكمل الفيديو ده. وصدقني الجزء ده هيكون حماسي جدا، فما تنساش بقى الحاجات اللي بتساعد الفيديو على الانتشار، لايك، سبسكرايب والحاجات دي كلها يعني. ومن غير ما اطول عليك صلي على النبي ويلا بينا نبدا. زي ما شفنا في الفيديو اللي فات الاحداث الكتيرة اللي مررنا بيها وصولا لبنت الدكتور انيمو لما كانت في المتحف وبنحاول يوقفها بتحول لفضائي كلنا كنا مستنيينه من الفيديو اللي فات، وبنشوف بين اول لما يضغط الساعة فور ارمز، لكن النسخه النسائيه كانت بتتخانق مع الفيل اللي اتعدل وراثيا، وكانت مستمتعه بالخناقه جدا. فضلوا يتخانقوا وقت طويل جدا بس ما فيش نتيجه خالص. ساعتها بين قال لفور ارمز لما تحاولي ترفعي الفيل بسنانك. فور ارمز ردت وقالت ما انا عملت كده قبل كده وما حصلش اي حاجه. بين قال لها بس المره اللي فاتت انت اللي اترفعتي مش الفيل، ليه ما تجربيش تقلبي الوضع المره دي؟ فور ارمز عملت كده فعلا وقدرت تهزم الفيل، بس فجاه واحد من طيور انيمو مسك جوين وبدا يطير بيها. بين اشاره واحده بس منه خلى فور ارمز تروح تنقذ جوين، مش هتهرب بس دراعات فور ارمز ما عرفتش تمسك الطائر. انت كويسه؟ فور ارمز بدات تعتذر لبين انها ما عرفتش تنقذ جوين. بين قال ولا يهمك هنمسكه، لا جوين ممكن تقع. اول ما شاف كده فور ارمز جريت عشان تنقذ جوين، بس بين وقفها وقال لا دلوقتي احنا محتاجين فضائي عنده جناحات ويعرف يطير، فراشه، ذبابه، ستينج فلاي، ايا يكن. على العموم شكرا انك انقذتيني. ويفعل الساعه وبعدها تظهر ستينج فلاي. ستينج فلاي قدرت انها تهزم طائر وكمان نزلت جوين على الارض. جوين قالت شكرا. ستينج فلاي ردت ولا اي حاجه، هاي فايف. بنحاول يعمل هاي فايف بس اتكسف شويه. بعد كده نشوف الدكتور او بنت الدكتور انيمو في المعمل راحت وقالت لواحد انا فاكره ان عندك حاجه كانت بتاعه بابا. الدكتوره انيمو نزلت نفسها من فوق الديناصور اللي اعادت احيائه، خدت الميداليه ورجعت ركبت فوقه وهجمت على الراجل كمان. ايه ده؟ الاميبا بقت تجري ورا ستينج فلاي، بس ستينج فلاي طارت وخدت خوذه ترانس مودوليتور بتاعه الدكتوره انيمو ورمت الميداليه على الارض. ازاي عمل كده؟ شطوره يا ستينك فلاي، هاي فايف. بس بين رفض برضه الهاي فايف. يا بين كله تمام دلوقتي؟ ستينك فلاي هزم الدكتور انيمو وهو دلوقتي او هي دلوقتي محبوسه وسط عظم الديناصورات ومفيش حد اتصاب والشرطه كمان في طريق، واهم حاجه رجعي كارت السومو سلامر. بعدها نشوف درون تابع لفيلجاكس كان بيراقب العربيه وبيبعث كل تفاصيل لفيلجاكس. تاني يوم نشوف حراميين بيسرقوا عربيه، بس فجاه التحديث الجديد بتاع بين وصل، السياره تسيطر عليها ورمت الحرامي بره العربيه وخلت الاتنين يجروا. وبعدها سالت بن قيم ادائي من 1 ل5، بس كانت بتتكلم كده زي كمبيوتر. الرقم 10 غير مسموح، من فضلك اختار رقم من 1 ل5. يا جدو احنا فين؟ رايحين نزور عمتك فيرا الويكند ده. عم فيرا ممله، لا مش هتوقفني، انا ملك الاكتونيو، حكمت نظام النو ل1000 سنه بس دلوقتي وقتك انتهى. جيسيكار مفيش حاجه تقدر تقتلني، صح بس نقدر نقفلك. ايه ده؟ نهايتي في ايه؟ بنت شبح؟ احنا فين؟ بين رد صح دي اول مره استدعيكي، انت مش فاكره حاجه، نبدا باسمك، ايه رايك في الجوست ليدي؟ وبين قال لها اكيد بتعدي من الحيطان صح، ممكن تطلعيني من هنا؟ استني ما تسيبنيش لوحدي، انا محبوسه في جسم صناعي على كوكب بشر، احراج. ولا يهمك الاقي سفينه وارجع نظام النو واحكم العرش تاني. بس واضح ان القرود دول ما عندهمش سفن، مستحيل البشر يعرفوا يعملوا كده، ولا هم بيخافوا من الميه؟ استني ده مش بشري، ده ابتكار، ما ينفعش ده يحصل. لو الارض خدت انتباه البلامرز مش هعرف اهرب، مش عارف انا ضعيف قد ايه في الجسم ده، لازم ارجع للبنت دي. المشهد يقطع ونشوف بين وجوين وجوست ليدي. جوست ليدي كانت قالت لبين ان في غزو فضائي على الارض وان الفضائيين دول بيغيروا شكلهم وعايشين في المدينه على هيئه بشر. بين قال الكلام ده لجوين بس جوين ما صدقتهوش. جوست ليدي قالت هما بيقلدوا الشكل بس مش القدرات، بس جوين لسه مش مقتنعه. بعد شويه جوين لاحظت ان الجد ماكس بيهاجم بين وهو بيلعب. في اللحظه المناسبه جوست ليدي انقذت بين، وهنا عرفوا ان ده مش جدهم، ده فضائي من الغزو مغير شكله، وباقي الناس بقوا يهاجموهم هم كمان. تمام انا اقتنعت. جوين سالت طب جده الحقيقي فين؟ جوست ليدي قالت اكيد في سفينتهم. طب سفينتهم فين؟
بين هي شافتها قبل كده بس مش عارفه مكانها بالظبط. بين كان هيستدعي وايلد جيرل عشان تتتبعهم، بس لا استنى، انا مش عايز ارجع. المشهد يقطع ونشوف بين جوين ووايلد جيرل. وايلد جيري جريت ناحيه السفينه بسرعه، فاهم الباب السري ده مرعب، انا وهي لغه واحده، ده غزو بسرعه، باب الفخ ده، انت مش عايز تاذي جدك العزيز صح؟ وهنا شافوا حضارة كاملة من الفضائيين تحت الأرض. يا جدو كل الناس في قرية الراجل العجوز ده متخدرين، اكتشفونا، ما ينفعش نسيبهم يهربوا. بين يضرب الساعة. انا حاسس انكم بتحبوا الحر عشان انتوا في الصحراء في عز الصيف، بس تقدروا تستحملوا حراره هارت بلس. يلا نشوف. ايه ده يا بن، انت ناديتني في نص الصحراء وكمان في الحر ده؟ جوين مش عندك الحاجه الصغيره اللي بترش الميه في الشنطه؟ شكلها لطيف قوي. اوبس، واضح انك محتاج تبرد انت كمان. بصي هي بتكره الميه، انا لسه فاكر لما كانت في المطبخ جوستي ليدي كمان كانت بتقول ان في راجل عجوز كان بيتفادى الميه من النافوره. عظمه يا ديب جاز، انت الافضل. ايوه انا هو، بس قلت لك 1000 مره ما تنادينيش بالاسم الغبي ده. رابتشر أميرة ما ينفعش يبقى اسمها اسم وحش، فاهم؟ ماشي كفايه، الساعه بتتضرب. كيف سيب، احنا محتاجين ميه اكتر. شايف المواسير اللي فوق دي؟ مستحيل، مش هعمل كده، مخالب الحلوه هتبوظ. لا لو ساعتينا بين هيشتري لك علبه ميكون. سيبيني طيب، ايه اللي بيحصل مع الحاجه دي دلوقتي؟ بين ايه ده؟ مش عارف، نصر جديد لفريق تنس. هاي فايف يا ان. ايه ده، انا لسه فوق هنا. صح، استني شويه هستدعي بطله تانية. اختار، لازم نرجعهم بيوتهم قبل ما نحررهم. كان المفروض نركب السفينه ونرجع كوكبنا. انت فاكر لو كنا خدنا نص اللي وعدناهم بيه كانوا هيسيبونا نعدي، كانوا هيضحكوا علينا وبس. على العموم مين فاضل؟ واضح ان فاضل 3 بس وهي كمان. استني لحظه، دي مين؟ هي ما كانتش معانا؟ دي مين؟ ازيك يا اخويا الصغير؟ ينفع استلف شويه من النانو ماشينز اللي بتتجدد بتاعك؟ مين الناس دول؟ صيادي الباونتي، هدفهم الشاكو تريكس. انا رايحه معاهم، كل ما العدد يكتر احسن، بس مش هتروحي كده. يلا دي اخر مره اقول لك يا ولد، مش هخوف بنت عمك عشان انت بتقول كده من فضلك. فجاه سمعوا صوت وراهم، ولما لفوا يبصوا، مين دول وبيعملوا ايه هنا؟ انت تعرفهم؟ استني، انت ما ينفعش تفتكر ذكرياتك. بص يا ابني، مفيش وقت الشرح، لازم نمشي من هنا. ايه؟ لا ما نقدرش نمشي، جول لسه جوه وجده لسه في كامبا. ايه ده؟ مين الناس دول وانت تعرفهم ازاي؟ اسمع، دول ناس اشرار جدا وكل اللي عايزينه هو ساعتك، ولو اضطروا يقتلوك ويقتلوني ويقتلوا عيلتك كلها هيعملوا كده. انا مش هسمح بده، هنحاربهم. لا مش هنحاربهم، انا مش عايزهم يشوفوني. ليه؟ هشرح لك كل حاجه بعدين، بس دلوقتي اطلع من هنا. وكده الجوست ليدي بدات تمشي، بس لاحظت ان بين مش ماشي وراه وفهمت انه مش هيسيب المكان، فنصحته يستدعي بيتر ويزبن، اقوى وامرا محارب في الساعه. بيتر ويزبن اللي معمول من الكريستال. واضح انك هتضطر تحارب عشان الساعه لسه بتشحن. انت عملت كده ازاي؟ استعجل، هم جايين ناحيتنا، انت عارف حاجات كتير ومش بتقولها. ايوه مش كده، اكتر مما تتخيل. انا شفت الاشاره دي برضه. طيب هي فين؟ هناك يا ام سمكه بق. مين اللي سمكه؟ ايه سمكه ده اللي انت جاي عشانه؟ انت صح. بيتر ويزبن عارف يستخدم الساعه دي. سيبوها لي انا. انت رايح فين؟ سيب كوكبي. جدو بنت عمي جوين بين، انا هنا. اطلعوا، لازم نمشي من هنا. بس يا جدو دايمون هيد لسه بتقاتل، مش هتعرف تهزم الاتنين لوحدها. ما تقلقش يا ابني، هي مش لوحدها. وايه اللي هيحصل بعد كده ده اللي هنشوفه في الفيديو الجاي ان شاء الله. ولحد ما الفيديو الجاي يجي ما تنساش بقى تدعم الفيديو زي ما قلت لك في الاول. يعني بفكرك تاني وانت نسيت. كمان اكتب لي عن اي افكار او كوميكس لبنتين تاني غير ده، لان شكل الجزء الرابع هيطول شويه على ما اعمله. لو الفيديو عجبك قول لي تحت في الكومنتات. كان معاك ابراهيم، اشوفك الفيديو الجاي، في امان الله.